لو خامات الديكوباج مغلباكي مش عارفة تبتدي منين، تجيبي ايه ولا ايه، مش عارفة تبتدي خطوات الديكوباج ازاي، تعملي معجون ولا صنفرة ولا تحطي تأسسي بجيسو ولا بلاستيك أبيض، مش عارفة ايه الكراكلي والشابيشيك والكلام الكتير ده كله. انا حاولت ابسط الموضوع على قد ما اقدر بقلل تكاليف. عملت بوكس ديكوباج للمبتدئين وعليه اشتراك لكورس ديكوباج المبتدئين الاونلاين مجانا فترة محدودة. وده اوردر من الاوردرات اللي اتطلبت مني. هي اللي عميلة الطلبة 2 بوكسز ليها ولبنتها. فببعت قطعة خشب من التابلوهات والوان ورا والمدقات ورولات السفنج والفرش للتلوين وللورنيش. وببعت لون ابيض للتاسيس. هي هنا العميله اقترحت عليها بما ان هي عايزه 2 بوكسز تجيب جي ال سي 3030 بلاستيك ابيض من الموين. وانا هبعت لها 6 الوان ورا بدل ما كنت هبعت لها لونين ولون تاسيس. فاتفقنا على كده. ببعت كمان ورنيش للزق والعزل. ببعت فايل بسميه فايل العجايب، هو فيه كل الحاجات اللي محتاجينها في الديكوباج. محتاج الستنسل في الورق والمناديل، وفي اللي هو المثلث اللي بيتحط في التابلو من ورا. في هي طبعا حطت لها شكلين من الستنسل. هي كانت عاجبينها اكتر حاجه يعني. وقالت لي بعتي لي ورق يعني على قد التابلو، وفي نفس ومناديل علشان لو احتجت ابقى اعمل دمج. ودي عجلة الالوان كمان عشان تساعدها على ان يطلع درجات الالوان المختلفة عشان تساعدها في الدمج. وطلبت مناديل من بريتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وفولو وسيف.